جابت لي اكبر سمكية وبتقول لي اعمليها، مش انتي شيف؟ ورينا شطارتك بقى. انا هبة ابراهيم، نعمل وصفات سهلة جدا وبسيطة وكمان خطيرة. ولو عجبك وصفاتنا لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا، بحبكم جدا يا اجمل اخوات في الدنيا. تعالي بقى نشوف عملنا الكلام ده كله ازاي. عندنا بقى اي خضار، طبعا السمك اساسي التوم. عندنا بقى بصل وفلفل رومي وطماطم، جزر بقى وشبت، وعندنا كرفس، طبعا ده اساس السمك بتاعنا. بدأنا نقطع الخضار كله كده جوليان او شرايح رفيعة. حاولي انك تقطعي بقى كل حاجة كده، الفلفل الالوان والفلفل الرومي، وعندنا الكرفس والشبت، بيوديها في حتة تانية خالص. الخضار ده بقى هو ده اللي انا هفرشه كده تحت السمكة بتاعتي. اما التتبيلة عبارة عن فلفل رومي احمر، وعندنا توم، وعندنا كرفس وبدأت كده عصرت ليمون وملح وكمون وبهارات سمك، وفرمتهم بقى فرم ناعم بالشكل ده. وبعد كده بقى جبت القالب بتاعي او الصينيه، حطيت بقى الخضار اللي هو البيزك اللي هيبقى تحت السمكية، وخدت من الخلطة قلبت بيه الخضار بتاعي علشان خاطر يديله طعم وتست يبقى حلو قوي. وحطيت بقى السمكة بتاعتنا غسلينها بالملح والدقيق والليمون كويس جدا. وطبعا فتحت كده فيها فتحات، دي الفتحات اللي انا هحط فيها التتبيلة، علشان طبعا ما شاء الله السمكة كبيرة، فعايزة التتبيلة بتاعتها تتشرب من جوه ومن بره. دي اسهل طريقة ممكن تعملي بيها اي سمك عندك بالطريقة دي، والطريقة دي اعتمديها في كل الاسماك يعني. عملت بقى للسمكة بتاعتي مساج كده، ودخلت التتبيلة في كل حتة، وشوية زيت وليمون ورق زبدة بقى وفويل ألمونيوم كده، ودخليه على أعلى درجة حرارة، بتاخد من ساعة لساعة إلا ربع، وبتطلع بقى خطيرة. قدميه مع رز صيادية وسلطة طحينة خطيرة، لازم تجربوها بالطريقة دي. باي باي.